مساء الفل. من بداية نشأة الدراما هتلاقي دايما ثنائية الخير والشر هي التيمة الأساسية اللي بيتبني عليها العمل الدرامي. وفي الدراما التقليدية هتلاقي البطل دايما بيمثل جانب الخير، والند الشرير اللي بيحارب البطل بيمثل جانب الشر. والمفروض كل عناصر العمل بما فيهم الفيلن أو الشخصية الشريرة تخدم على البطل وتبروزه علشان الجمهور يحبه ويتعلق بيه. إلا إن في بعض الممثلين قدروا إنهم يكسروا القاعدة دي ويخلونا نتعلق بيهم ونحبهم رغم إنهم كانوا بيمثلوا جانب الشر في العمل. واحنا بالفيديو ده مش هنتكلم عن الممثلين اللي قدموا ادوار الشر بصفة عامة لانهم كتير جدا، انما هنتكلم عن بعض الشخصيات اللي اتقدمت في السينما والدراما وتحولت لشخصيات ايقونية علقت معانا. بس طبعا قبل ما نبدأ اتمنى تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة وتدوس على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وفنجان قهوتك الرايق ويلا بينا نبدأ. ممثلين كتير ابدعوا في ادوار الشر، وكل واحد فيهم كان ليه مدرسته الخاصة أصبح فيها نموذج ومرجع لأي ممثل هيقدم شخصية الفيلن. وأول فيلن هنتكلم عنه هو المعلم داغر، الشخصية اللي قدمها البرنس عادل أدهم في فيلم الفرن. فيلم الفرن كان فيه نجوم كبار، يونس شلبي، معالي زايد، عبد المنعم إبراهيم، لكن أتحداك تفتكر أي ممثل فيهم. أنت هتلاقي دماغك رايحة على طول ناحية المعلم داغر وكأنه هو الفيلم، مشاهده هو بس اللي اتحفرت في ذهنك. علشان يجي السؤال، إحنا ليه اتعلقنا بالمعلم داغر بالشكل ده؟ المفروض انه شخصية وصولية وعنيفة. هقولك السر في عادل أدهم اللي قدر بكاريزمته وحضوره الطاغي انه يبلع كل الممثلين قدامه ويخطف منهم الكاميرا. الفيلم كانت قصته عادية جدا ومكررة، لكن شخصية داغر بالطريقة اللي جسدها عادل أدهم علت الفيلم جدا وخلته عايش معانا لحد دلوقت. المعلم داغر شخصية شريرة بكل المقاييس، لكن في نفس الوقت دمها خفيف وعندها قبول مش طبيعي، ودي تركيبة صعبة جدا ومش أي ممثل يعرف يعملها. الشخصية مبنية على فكرة الصراع بين الجشع والخوف الداخلي من فقدان السيطرة، وبتجمع بين الذكاء والمكر في نفس الوقت. كل الأبعاد دي عادل أدهم غلفها بغلاف من خفة الظل، فقدم لك خلطة محدش غيره يعرف سرها، وعشان كده انت اشتريت وحبيت الشخصية. عادل أدهم كان عنده قدرة استثنائية على استخدام صوته بطريقة مميزة. نبرة صوته كانت دايما بتتراوح بين الجد والهزل، وده كان بيعكس تناقضات شخصية داغر. إفهاته والقلاشات بتاعته اللي كانت بتخفف من حدة الشر وبتترمي بإتقان، الحاجة اللي تخليك تحب المشاهد اللي هو فيها وما تملش منها. لما يبتسم بمكر أو يرفع حاجبه في استغراب أو يسف على اللي قدامه، هتحس من ردود أفعاله كلها إنه مش مجرد فيلن لكنه شخص مليان أبعاد. أنت بتتفرج على فيلن بس في نفس الوقت إنسان طبيعي بيحب ويحلم ويخاف على مكانته، عايز يقش كل حاجة قدامه، عايز ينتصر لرؤيته هو. مشاهد المعلم داغر كلها هي المشاهد الماستر في الفيلم، وانت في كل مشهد بتبقى عارف انه ممكن يكذب او يضرب او ينصب، بس رغم كده انت بتحبه. شخصية داغر شخصية ايقونية بتأكد على عبقرية العظيم عادل أدهم كممثل استثنائي، قدر يخلق شخصية تعيش معانا لأننا ببساطة صدقناها. الشخصية التانية اللي معانا هي مش مجرد شخصية، لكنها ظاهرة صعب انها تتكرر تاني في اي عمل فني بنفس الحالة. علوان البكري، الشخصية اللي جسدها المبدع عبد الله غيث في مسلسل ذئاب الجبل. وعبد الله غيث ده يا جماعة من اكتر الممثلين الاندر ريتد اللي مش واخدين حقهم، ممثل بمواصفات عالمية حرفيا. ولو اتكلمنا عن شخصية علوان فهي شخصية مختلفة تماما، شخصية مليانة شر وأسوأ لأبعد الحدود، لكن رغم كده حبيناها جدا وتعلقنا بيها. فيا ترى ايه السبب؟ هل احنا سايكوباتيين مثلا علشان نتعلق بشخصية زي دي؟ كان ممكن اقول لك عندك حق لو حد تاني كان جسد الشخصية، لكن مادام عبد الله غيث هو اللي جسدها فستوب هنا. طريقة تجسيد عبد الله غيث للشخصية أقل ما يقال إنه تجسيد عبقري، حالة فريدة من التقمص والإتقان. قدر يقنعك بالشخصية ويخليك تصدقه وتتفاعل معاه. عبد الله غيث كان فنان عنده قدرة فريدة على التعبير عن التناقضات الإنسانية. في لحظة واحدة تشوف القوة والعنف، وبعدها على طول تلمح الندم والخوف في عينيه. علوان مش فيلن بيعمل الشر لمجرد الشر، هو شخصية عايشة في صراع داخلي مستمر بين طموحه، خوفه، بطشه وسطوته، رغبته في فرض السيطرة. الصراع ده اللي خلاه قريب من قلب الجمهور وبيمثل الدواخل الإنسانية. من غير أداء عبد الله غيث، علوان البكري كان ممكن يبقى مجرد فيلن عادي، لكن عبد الله غيث بمدرسته التقمصية حول علوان لشخصية مركبة أقرب منها للشخصية السايكو، وفي نفس الوقت بسيطة جدا تقنعك من غير مجهود. صوته الجهوري كان ليه تأثير خاص في إيصال قوة الشخصية، استخدامه لتعبيرات الوجه والإيماءات البسيطة من غير كلام، كل ده كان بيدخلنا جوه عقل علوان وبيخلينا نفهم دوافعه. بعض مشاهده إلقائه للجمل بطريقة تخليك تضحك، والجمل مش كوميدية أصلا ولا حتى الدور كوميدي. كل ده دليل على إنك حبيت الشخصية وبتتفاعل معاها.
كل ده طبعا غير تمكنه من اللهجة الصعيدية بشكل مدهش، بطريقة تحسسك إنه مولود في قلب الصعيد. شخصية علوان البكري هي تجسيد للصراعات اللي جوه كل إنسان، وده اللي خلانا نحبه رغم كل أخطائه. نروح بقى للشخصية التالتة اللي معانا، واللي أنا بسميها الفيلن الحريف. شخصية كده اتعملت بمعلمة، العقيد رفعت السكري في فيلم تيتو. الشخصية اللي جسدها الراحل المبدع خالد صالح. لو انت فاكر ان رفعت السكري مجرد ضابط فاسد تبقى غلطان. دي شخصية معقدة جدا ومليانة أبعاد نفسية واجتماعية. بيبان قدامك انه صارم وبيطبق القانون، بس عنده حسابات خاصة جدا، ثغرات بيقدر يدخل منها. شايف الدنيا بنظرة مختلفة تماما. رفعت السكري بنشوف فيه الجانب الرمادي اللي جوه الإنسان، اللي بيتأرجح بين الصح والغلط. كل بعد في الشخصية كان ظابطه بالشعراية. لغة جسده وكل حركة فيها كانت محسوبة وبتتعمل بتقل. عينه اللي كانت بتلمع بشر وذكاء. تون صوته اللي كان بيوصلك الخوف لأعماقك. تعبيرات وشه اللي كانت بتتغير في ثانية من الهدوء للحدة. رفعت السكري ما كانش فيلن تقليدي، هو واحد عنده منطق خاص بيه ومبادئ بيحاول يطبقها حتى لو كانت ملتوية أو دنيئة. اتفرج كده على مشهد مواجهته مع تيتو. خالد صالح في المشهد ده بيظهر تحكمه الكامل، وكأنه بيعزف سيمفونية درامية. عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم. هنا انت بتحسه انه واعي جدا وفي نفس الوقت متلاعب وأفاق. خالد صالح قدر يحببنا في الشخصية رغم قسوتها وشرها، وبقت علامة فارقة في تاريخه الفني. نيجي بقى للكريزة اللي على التورتة، الفيلن الكاريزما، وواحدة من أعظم الشخصيات اللي اتقدمت في تاريخ السينما المصرية. عبد الملك زرزور، الفيلن اللي اقتحم قلوبنا غصب عننا، وآخر دور قدمه الساحر محمود عبد العزيز في السينما. لما نقول عبد الملك زرزور، أول حاجة هتيجي في بالك هو تاجر المخدرات اللي بيواجه البطل، لكن الشخصية دي أعمق من كده بكتير. عبد الملك زرزور هو عالم لوحده، شخصية مليانة بالتفاصيل والتناقضات الرهيبة. يمكن أنسب توصيف للشخصية إنه سفاح بقلب طفل. الساحر استخدم أدواته بعبقرية في تحضير الشخصية دي، وهو نفسه قال في ندوة من الندوات إنها أكتر شخصية تعب في تحضيرها، يمكن أكتر من شخصية الشيخ حسني في الكتكات. كل تفصيلة كان بيقدمها الساحر كانت مختلفة. طريقة كلامه تخليك تحسه إنه بيهددك بمزاج رايق كده، وكأن الشر ده جزء طبيعي من يومه، حاجة عادية يعني. بيقوم من النوم ويقول صباح الفل، هنخلص على كام واحد النهاردة. كل حركة ليه كانت مليانة هيبة. طريقة قعدته، مسكته للسبحة. الساحر فهم إن زرزور مش محتاج يزعق علشان يخوف، مجرد وجوده بس كفاية. عيون عبد الملك زرزور كانت مراية لروحه الشريرة، لكن في نفس الوقت فيها حزن دفين بيعبر عن الإنسان اللي جواه، الصراع الأزلي اللي بيبقى داخل الشخص وبينخس الضمير. لما تشوفه قاعد مع إبراهيم الأبيض وبيتكلم عن الجدعنة والخيانة، هتحس إنك قدام فيلن ليه فلسفته الخاصة في الشر، ليه قواعده ومبادئه، ليه قوانينه اللي مش بيسمح لحد يتعداها. الخيانة بالنسبة له خط أحمر، والكرامة أغلى حاجة عنده. فيلن ليه كاريزما، وبيقدر يخطف الأنظار في أي مكان موجود فيه. حتى لحظات الضعف والانكسار قدر يقدمها لك باحترافية عالية. والفيلن في الطبيعي مش سهل عليه أبدا إنه يكشف لك ضعفه، فلما تتقدم بالطريقة دي تعرف إن الممثل عبقري. عبد الملك زرزور شخصية استثنائية، اتحولت لعلامة في تاريخ السينما، ومرجعية لأي فيلن ممكن يتقدم بعد كده في أي عمل. طبعا كل شخصية من اللي اتكلمنا عليهم محتاجة حلقة لوحدها، بس احنا حاولنا نعمل تحليل سريع عشان أكيد وقت الحلقة مش هيسمح. وبس يا سيدي، لو المحتوى عجبك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناة، وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتس، وترشح لي أفكار نعملها الفترة الجاية. ومن كل قلبي بشكر كل الناس اللي بتدعمني، كلامكم بيفرق معايا جدا، وبإذن الله أحاول دايما أكون عند حسن ظنكم. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.